مساء الخير على متابعين دايت اند هيلسي. النهارده فيديو جديد ووصفه جديده. هنعمل مع بعض غدا حلو جدا، السعرات بتاعته منخفضه، وصفه صحيه ومغذيه للناس اللي مهتميه بالاكل الصحي. هنعمل كبده مشويه بتتبيله تحفه جدا وبطريقه سهله وبسيطه. وكمان هنعمل مع بعض كده طبق طحينه بطريقه حلوه قوي. بجد طبق الطحينه ده ملوش حل. تابعوني بقى في الفيديو علشان تشوفوا الطريقة. بس يا ريت تشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. التتبيلة بتاعت الكبدة بتاعتنا بسيطة وسهلة جدا. انا معايا نص كيلو كبدة شرايح زي ما انتوا شايفينها كده، مش متقطعة عصافيري، لا مقطعاها شرايح رفيعة بالشكل ده. ومعايا نص كوباية مية بصل، ومعلقة زيت زيتون، و3 معالق خل. وطبعا بقى التتبيلة فيها ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة ورشة زعتر صغيرة، و5 أو 6 فصوص من الثوم. الثوم ده مهم جدا، بيديها ريحة حلوة قوي. دي التتبيلة بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا. هجيب كده البولة بتاعتي وهبتدي بقى ان انا احط كده مية البصل، وهحط كمان كل الحاجات اللي انا قلتها دي. هحط زيت الزيتون، وهحط كمان الخل والملح والفلفل الاسود والكمون والكزبرة ورشة صغيرة من الزعتر. ودلوقتي بقى ههرس 5 أو 6 فصوص من الثوم. دي كل المكونات بتاعتي. وكمان معايا عصرة ليمونة. شايفين بقى التتبيلة دي هتخلي الكبدة بتاعتنا في حتة تانية خالص، ريحتها وطعمها هتبقى مفيش بعد كده. هقلب كده بقى التتبيلة بتاعتي حلو جدا، وهبتدي كده اجيب الكبدة بتاعتي وهقلبها بقى في الخلطة دي او في التتبيلة دي عشان تتشرب كلها من التتبيلة. ايوه، اقلبها كده كويس وهسيبها حوالي ساعة او ساعتين. لو انت ما عندكيش وقت مفيش اي مشكلة، ممكن تقلبيها كده في الخلطة وتسيبيها 10 دقايق وتبتدي ان انت تشتغلي فيها. بس انا سبتها ساعة في التلاجة، وبعد كده جبت الجريل بتاعي وهبتدي كده ان انا اسخنه. هحط بس نص معلقة من زيت الذرة، وهبتدي بقى ان انا اشوي الكبدة بتاعتي. لو الجريل مش متوفر ممكن طاسة تيفال عادية جدا، بس اهم حاجة انها تكون تيفال او سيراميك او جرانيت علشان ما تلزقش معاكي، وعشان ما تستخدميش كمية عالية من الدهون. يعني رشة زيت بسيطة كده وخلاص. هحط بقى الكبدة بتاعتي الشرايح بالشكل ده. التتبيلة دي يا جماعة حلوة جدا، جربوها هتعجبكم قوي. حطيت بقى الكبدة بتاعتي كده وهسيبها حوالي 5 دقايق كده عشان تستوي معايا. ايوه بالشكل ده. هقلبها بقى دلوقتي كده على الناحية التانية. خلاص كده انا قلبتها كلها على الناحية التانية بالشكل ده. وهجيب كده رشة من الخل، وانتي بتشويها كده على الجريل حط لها رشة من الخل، هتبقى ريحتها حلوة جدا. يعني الكل هيسألك ايه الريحة الجميلة دي. ايوه، رشة الخل دي بتخلي ريحتها حلوة قوي. وهقفل بقى عليها الجريل كده وهسيبها دقيقتين، وبعد كده هبتدي ان انا اشيلها. خلاص هي استوت معايا. هشيلها بقى بسرعة، احطها في طبق عندي بالشكل ده. طبعا هجيب منديل دلوقتي وامسح الجريل، لاني لسه هعمل كمية تاني. لازم تنضفي الجريل بالمنديل بالشكل ده، ما تشتغليش والجريل كده عامل طبقة من دي، لا، شيليها الاول وبعد كده استخدمي الجريل تاني. احط الكمية الباقية اللي عندي. ايوه كده. حلو قوي كده. وبرضو زي ما عملت الجزء الاولاني هعمل الجزء ده. هسيبها تتشمع على الناحية دي وبعد كده هقلبها. يعني دلوقتي بقى انا هبدأ اقلبها كده. الدم بتاعها بدأ يطلع عشان تكمل سواها. الطريقة دي حلوة قوي يا جماعة، يا ريت تجربوها هتعجبكم قوي. التتبيلة بصراحة تحفة. هسيبها تستوي وبعد كده بقى هطلعها. انا خلاص خلصت الكمية كلها. هحط كده الكبدة بتاعتي اللي استوت في الجريل، وهجيب كده ورقة فويل واحط فيها حتة كده صغيرة من السمنة
وهكون مسخنه فحمايه. التكايه دي بتخلي طعم الكبده زي المشويه بالظبط. وهغطي بسرعه. لو انت مش بتستخدمي جريل مفيش اي مشكله، في اي حاجه عندك تقدري تعملي الخطوه دي. ودلوقتي بقى هعمل معاكم طبق من الطحينه. طبق طحينه يا جماعه ملوش حل. الطريقه دي حلوه جدا 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 للطحينه. بصوا بقى، انا جبت حوالي 3 أو 4 معالق من الطحينه الخام. طبعا الطحينه دي معموله من السمسم، والسمسم ليه فوائد جامده جدا. انا في الاول كده هجيب 3 أو 4 معالق من الطحينه، هحط عليهم حوالي 3 معالق من الخل الابيض العادي بتاعنا، وهحط كمان نص عصرة من الليمون، وهقلبها بالشكل ده. وهبدأ احط بقى الملح والكمون والشطة. لو عايزة تشيلي الشطة مفيش اي مشكلة، بس اساسي يا جماعة ملح وكمون وشطة، مش اكتر من كده. وهقلب بقى بالشكل ده، وزودت لها شوية مية، وهقلبها بالشوكة او بالمعلقة اللي معاكي. هفضل ارب فيها لغاية ما لونها يفتحها وتبقى بيضة بالشكل ده. عايزة مية برضو بديها، وبفضل اقلب فيها كده في وضع دائري زي ما انتوا شايفين كده. ايوه بالشكل ده. شايفين لونها فتح ازاي؟ هجيب بقى كوبايه من الزبادي وهحطها كده، اضيفها على الطحينه، بتخليها تحفه وما بتخليهاش تقيله، يعني الزيوت اللي فيها بتخف، بتبقى الطحينه روعه. ناقص تكايه بسيطه جدا. هجيب كده فصين من الثوم، احطهم في الهراسه وهرسهم بالشكل ده واضيفهم على الطحينه. شايفين بقى الطبق الطحينه ده يا جماعه ملوش حل. اعمليه بالشكل ده هيعجبك جدا. ودي الاكله بتاعتنا النهارده، الكبده المشويه. عملناها بكل سهوله بتتبيله حلوه قوي، وكمان عملنا لها تكايه الفحم بقى طعمها كده زي المشويه، سعراتها منخفضه جدا. وعملنا طبق طحينه حلو قوي، وكمان طبق سلطه خضراء. يعني يا جماعه وجبه صحيه مغذيه كامله متكامله العناصر. يا ريت تجربوها هتعجبكم قوي. عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. وهسيب لكم لينك قناتي الاولى الاساسيه بتاعتي مطبخ مرموره في صندوق الوصف. يلا باي باي، سلام.